واعتقد كل شخص غيور يحترم نفسه ويحترم بلده يجب ان يفكر بابعاد هذه المشكله. المشكله انه في عام 1968 ابائكم ورثوا لكم دوله الامارات العربيه المتحده، نسبه السكان فيها المواطنين 63 سنه 68. ومع الاسف الشديد بسبب السياسات المغلوطه والخاطئه نحن الان سنورث ابنائنا هذه الدولة بنسبة مواطنين تبلغ أقل من 15%. والتركة سيواجهها الأبناء لا محالة، أي أنكم إذا كنتم عندكم أفكار أخرى، بعضكم يريد التجنس في مكان آخر، فأنا في الحقيقة أنصح هذا التجنس، لأنه بالفعل لن تستطيعوا العيش في هذه البلد خلال 5 سنوات إذا استمرت السياسات والأوضاع على ما هي عليه. لأن في نهاية الأمر حتى الحاكم لن يجد من يحكم. أن 3 شخصيات وهم من الشيوخ باعوا أكثر من 300,000 تأشيرة وحصلوا منها على أموال طائرة. تصوروا 300,000 تأشيرة، 3 شيوخ مسؤولين يبيعوا 300,000 تأشيرة. طبعا أنا مسؤول عن الكلام اللي أقوله، وبيع التأشيرات طبعا مش سر، ولكن اللي يبيع تأشيرات فهو يخون الوطن. وبالتالي عندما نرى أن بعض الشخصيات الهامة تقوم بالمتاجرة في التأشيرات، فإنهم يقوموا بالمتاجرة بأموال ودماء هذا الشعب ووجوده. ولا حدث في التاريخ أن الشعب دولة وصل إلى أقل من 10%. الهند لديها قوات مسلحة تقضي عليكم في ثواني. الهند تستطيع أن تحتل منطقة الخليج كاملة. الهند جاءنا وزير الخارجية ليلقي علينا كلمة، من هذه الكلمة أكد على أهمية الجالية الهندية في الخليج، وأنكم يجب أن تهتموا بهذه الجالية. كنا في حفل العشاء، وقف معي واحد من المسؤولين الهنود في البحرية الهندية، قال كنا في بارجة من البوارج ندخل مضيق هرمز، وبالتواجد الأمريكي الكبير في المنطقة سئلنا منذ متى أنت هنا؟ رد عليهم قال أنا موجود هنا قبل مولد المسيح، وهذه المنطقة تتبع لنا. شركات الحراسة، ما تشوفوا شركات الحراسة يلبسونهم بدل صفر وما اعرف ايش في الدولة على البنايات وعلى البنوك، هؤلاء من الجيش الهندي. منذ فترة تقدم القنصل الهندي في دبي للحكومة في دبي قالوا يجب عليكم تجنيس الهنود. يعني أنا ما أتكلم من فراغ ولا من خيال، أنا أتكلم عن حقائق. إذا أصبح هناك جيش هندي وأصبح هناك عمالة هندية وأيدي عاملة آسيوية تصل إلى 66%، ما هي النتيجة؟ يعني بالمعنى العامي وين رايحين؟ الله أعلم. إذا بقيت هذه الدولة وبقى هناك سكان مواطنين أصليين مثل الهنود الحمر باقين في هذه الدولة اسمهم إماراتيين، في الحقيقة سيكونوا ممكن يقول لهم هالسواح يشوفونهم يقولوا هذه المواطنين الأصليين مثل أستراليا، السواح يطالعونهم يقول والله يحليلهم هاي السمر هاي الزينين اللحى هاي وين المواطنين الاصليين للدوله مثل استراليا. انا ليش اتكلم اقول لكم ان التشخيص واضح، تشخيص المشكله واضح، حل المشكله ايضا موجود، لكن لا توجد اراده سياسيه. لا توجد اراده سياسيه. انا احدثكم ان بقاؤكم في هذه الدوله سينتهي خلال 5 سنوات.